اليوم في معطيات أو مؤشرات بتدل كأنه في مسار جديد دخلت فيه سوريا. البعض يعتبر أنه كان في محطة مفصلية بالاجتماع بباريس الإسرائيلي السوري بحضور تركيا. حتى أنه التحليلات قالت أنه كل شيء حصل مع قصد هو من تداعيات هذا الاجتماع. بهيدي النقطة في شي معطيات أو قراءة عندك بخصوصها؟ هو في قراءة الحقيقة بهذا الموضوع. القراءة أنه تجري عملية ابتزاز تركي للمنطقة. المنطقة تشعر بحالة، المنطقة طبعا ما عم نحكي عن الشعب مع الأسف مغيب عن كل هذه المعادلة، فقط يستخدم ذخيرة حرب، يعني بتجند يقاتلوا فيه، لكن عم نحكي عن العقول المديرة للمنطقة. إذا افترضنا أن لهذه المنطقة استقلالية، بالمنطقة في رهاب موجود، هذا الرهاب انصنع من إيران، أنه إيران هي بعبع المنطقة اللي يعني كبروه، أنا برأيي وأسطروه هم نفسهم ضمن مخاوف مذهبية، لأنه طبيعة التركيبات الأنظمة اللي هي لا تستند على عقد اجتماعي، ولا تستند إلى بنيان يؤسس إلى إنشاء دولة حديثة ترضي أبنائها، وليست عبارة عن دولة إخضاع وتبعية. هذا النظام السائد بالمنطقة العربية أنظمة من النوع المتخلف، يعني من النوع المتخلف، متخلف سياسيا، خلينا نقول متخلف عن العقد الاجتماعي، متخلف عن فكرة بناء الدولة، دائما مفهومه الإخضاع. فضمن هذا الإطار في كان رهاب دائما من شيء اسمه، لأنه فقط الأنظمة اللي هي متخلفة سياسيا بتروح على صراعات بهذا المستوى. الأنظمة المتحضرة بمفهوم الدولة بتعمل حدود بين الدول، ما بتفكر بالقضايا المذهبية واستثمار. فضمن هذا الصراع حدث هذا البعبع الكبير اللي هو إيران. الآن بما أنه الوضع بإيران حاليا بشكله السياسي الحالي، فيجري التفاوض على أذرع إيران، ما يسمونه أذرع إيران، في تفاوض من هذا النوع. هذا التفاوض يكتنف غموض كبير وخناجر تخبأ في الظهر ما بين تركيا وإسرائيل، يعني كل حدا من الأطراف المتدخلة كل طرف منهم مخبي للآخر خنجر في الظهر. لا يمكن أبدا يقيموا علاقات إلا بناء على فكرة، النظام التركي مشهور بالغدر. فطيب شو المطروح الآن، أو شو اللي عم تطرحه تركيا على المنطقة ومتشان؟ لهالسبب بتلاقي إنه أنظمة عربية تدعم تركيا، رغم أنه بينهم ما صنع الحداد أيضا في العمق بالخلاف على من سيتسيد العالم السني. بيطرحوا عليهم أنه أنتم إذا لم تمكنوا وتساعدوني في القضاء على كل الحركات المهددة وبالذات الكرد، هذا طبعا حديث حزب العدالة والتنمية، نعم. فنحن ما راح فينا نبعث مقاتلينا وصناديدنا وأشاوسنا يذهبوا إلى قتال أذرع، ما يسمونه أذرع إيران، يعني الحشد الشعبي وحزب الله وغيره. هذا الابتزاز الذي تقع فيه المنظومة العربية، أو المنظومة العربية التي عندها مشاكل، لأنه هي مش كلها واحد، يعني مش بذات التفكير، لكن بهذا الإطار يجري الابتزاز التركي، أنه ساعدوني ومكنوني كلية ودعموا تيار الإخوان المسلمين. طبعا في قسم هو بالأساس معه بدعم تيار الإخوان المسلمين اللي هو قطر، ذراع تركي دائما. في قسم آخر تجري المحاورة معهم حتى أرسلهم في هذه المهمة. فاللي حصل هو ضغوطات، أنا أعتقد في من هذول الدول المساعدة لتركيا مع تركيا على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الضغوطات ضمن منهج سياسي في اكتفاء تماما. فخلينا نحكي على المؤشرات اللي مخليه ما في تناقض بالمواقف، رغم التناقض الكبير بيناتهم كدول. ليش ما في تناقض بالمواقف اليوم، وفي أشكال من التحالفات الهشة، بسميها تحالفات هشة مع تركيا؟ لأنه أولا تركيا نظامها الحالي، نحكي نظام العدالة والتنمية، نظام يتميز بأنه غدر بكل من تحالف معه أو تفاهم معه، واثنين منطقهم هو منطق الإخوان المسلمين. فالتحالفات هي هشة، لكن الآن في تحالفات الضرورة، يشعرون أنه هم بحاجة أنه يخلصوا من أذرع إيران. تركيا ماذا تنوي؟ تركيا تنوي أن تسخر، وطبعا عم تلاقي مسألة هي عم تلاقي فيها صعوبة، تنوي أن تجير من، طبعا أنا عم بنقل ناقل الكفر ليس بكافر، الاسم السياسي اللي بسمينه هيك. أنا يعني الموضوع بالنسبة لي أجل وأحترم كل ما هو على هذه الأرض نعم. عنده مطالب بالحق وحوار حقيقي وسياسي. مع الأسف هذه منطقة إقصائية إلغائية.
اهم. منطقتنا المنطقة العربية منطقة إقصائية إلغائية لا تفهم أحد. أنا عم باحكي بالميدان السياسي. مفكرة تركيا وتلاقي مجابهة نفسية من شعوب المنطقة نفسها، خصوصًا شعوب المكونات، فكرة أن تستثمر هذه الأذرع وتعيد إنتاجها ولكن تحت الراية السنية. لذلك عم تلاقي إنه من حيث في عدم تصديق، يعني من حيث هم يبادروا إنه سنقطع أذرع إيران، من حيث تعتقد إسرائيل إنه هم سيعيدوا تدوير المسألة. بكل الحالات الفكرة الأساسية ليش عم تفشل؟ عم تفشل لأنه ليس هناك مصداقية لدى النظام التركي في أنه يريد أن يدوّر أي حركة أو أي حالة من أجل قضايا المنطقة. معروف أنه هو باع المنطقة وقضاياها نظام العدالة والتنمية. لذلك حتى هذه بين قوسين التي يسمونها أذرع هي نفسها غير مقتنعة، ولذلك تتعثر الأمور. طيب. أنت بتعرف في مفاوضات بين المملكة العربية السعودية وحركة أنصار الله، يعني أنا ما بدي أتشعّب لكن هذا الابتزاز القائم في المنطقة طيب، الآن. بدي أرجع على سوريا. بدي أرجع على سوريا بضوء يلّي صار، في أكتر من تطوّر. أول شي على الخارطة الجغرافية والسياسية تقلّص نفوذ قسد إلى الحد الكردي إذا بدنا نسميه، واتسعت رقعة سيطرة الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، هي 1. 2 عاد عامل داعش للظهور ك خطر داهم. هودي النقطتين شو فينا نفصّل فيهم؟ أمّا أنت اللي كنت عم باحكيهم كلّن هدول البوابة لإلن هو ما حصل في الشمال الشرقي. البوابة أنك يجب أن تعيد الصراع إلى الواجهة، وتعيد تدوير كل الصراع السابق ولكن بقواعد اشتباك جديدة حسب وجهة النظر المتدخلين. أنا باعتبر هذه ألاعيب خطرة وتكتنفها مفاجآت كثيرة. لكن الآن تعتقد تركيا أنه في السابق لما لُعبت هذه اللعبة كان في حاجز صد هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان في قاسم سليماني، وكان في يعني الآن بدون هؤلاء تريد هي حقّان فيدان والاستخبارات أن تعيد إدارة اللعبة وتعيد نواتجها، تغيّر نواتج المنطقة. هذا التفكير كلّه تفكير حزب العدالة والتنمية. لإنه هلأ شو اللي حصل مثلًا، كيف الآلية اللي بينحكى فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ من الأساس وجود قسد كان له هدف معيّن، وهو إسقاط إنه عدم السماح للنظام السابق أن يستفيد من النفط بحكم واقع المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعقوبات الأمريكية وكل السيناريو هذا. فقسد كانت موجودة بحيث إنه ما في طرف، يعني كان حتى أنا برأيي النظام السابق قابل بهذه المعادلة أن لا تدخل تركيا إلى ذاك المكان، فأولاد المنطقة هم مشكلين يعني سادين الحاجة الأمريكية، عدم السماح للنظام السابق لأنه بدهم يسقطوه الاستفادة من النفط. هذه اليوم تغيرت لأنه النظام الموجود الآن في دمشق بين قوسين موالي لأمريكا وموالي لإسرائيل وموالي لكل الحالة. تغيرت هذه المعادلة. إضافة مطلوب، وهذا اللي عم يقولوا وبيجاهروا كلما جاهروا بأنه انتهى التقسيم، اعلم أنهم يعني يزيدون من التأسيس في هذا المشروع المكلفين به. عمليًا قسد لم يعد مطلوب أن تكون بشكل الماضي، إنه تجمُّع عشائر وكرد وسريان وآشوريين وغير ذلك، يجب أن تنحاز إلى نمط أكثر كردية بالأمر الواقع، لأنه هي لن ترضى، لأنه في علاقات وتداخلات في الجزيرة السورية وعلاقات عشائرية وعائلية كبيرة. فبالمنطق المباشر بالحكي المباشر لن تقبل قسد، لأنه بالمنطقة هناك